لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أغفر لي، اللهم بشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين لي وكل من قال اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم أحبتي في الله. نبدأ لكم الفيديو تاع اليوم بهذا المنظر الجميل، منظر غروب الشمس. إن شاء الله يعجبكم، وبهذا الدعاء إن شاء الله يتقبل ربي مني ومنكم إن شاء الله، وكل من قال اللهم آمين. نبدأ على بركة الله. وصفة تاع اليوم قلب اللوز. قلب اللوز ناجح 100%. كما راكم تشوفوا تبغوا ديروا كمية أكبر من هذه، أنا درت كمية صغيرة لأن أفراد العائلة قلال ومشي كامل يحبوا قلب اللوز. درت هذه السنيوة صغيرة ترفد 9 حبات كما راكم تشوفوا، وصدقوني والله غير ناجح 100%. إذا جربتوه والله ما رايحين تندموا عليه، وراح ينجح لكم من أول تجربة. والبنا ما نحكي لكمش والله غير عجبهم أفراد العائلة في الدار، والله غير عجبهم ما شاء الله. كما اني كاتبت لكم مقادير مضبوطه وبنه عظيمه ومعسل حتى للقلب من الداخل. جربوها، انا حطيت لكم الوصفه هذو اليامات باش تجربوه ان شاء الله قبل رمضان، وإلا عجبكم رايح ديروه في رمضان بلا ما تروحوا تشرو من برا. نبداو على بركه الله. الاولى اللي نبداو بها هو السيرو. كما راكم تشوفوا عبرت انا بفنجان صغير لان سنيوه صغيره. درت 2 فناجل معمرين تاع سكر و4 فناجل تاع الماء طبيعي، ماء عادي، والشريحه تاع الليمون، ونحطو على النار يغلي مده من 10 حتى ل 15 دقيقه على نار متوسطه ما تكونش قويه. وبعد ما يغلي نخرجو من النار ونحط عليه ملعقه صغيره تاع مركز المزهر، واللي ما عندهاش مركز المزهر تحط فنجان تاع مزهر. وهنايا السر تاعي تاع الشربات يجي بنين، درت له مغرف تاع عسل. وهذه الكاسرونه هنايا هذا السيرو الزوج هذا اللي رايح نشمخ به السميد. هنا حطيت 2 فناجل تاع سكر. قادر ديروا حنا فنجال الا فنجال، وفنجال الاول معمر، والفنجال الزوج ناقص اصبع تاع سكر، وفنجال تاع ماء الزهر، ماء مع ماء الزهر معمر. ونحركو مليح حتى يذوب، ونحطو فوق النار حتى يذوب السكر. ما خلوش يغلي، لازم تكون النار هادئه جدا، ونخلوه حتى يبرد. لهنا اللي بغات تحشي قلب اللوز تاعها تاخذ شويه تاع مكسرات كاوكاو ولا لوز ولا اللي عندك، ودير عليه ملعقه صغيره تاع الكاكاو البني ماشي الاسود، الكاكاو البني، ونرش بقطرات من المزهر. اللي بغات تحشي قلب اللوز. اما اللي ما حبتش تحشي قلب اللوز تاعها تخليه بلا ما دير هذا الحشو، هذه خطوه اختياريه. خليه على جهه. ولا هنا ننتقلوا للسميد. هنايا اي سميد يكون خشين، انا عندي هذا السميد مولا عفوا. نعبر بنفس الفنجان اللي عبرت به السكر والماء نفسه. هنا كما قلت لكم عندي سنيوه صغيره 25 سنتيم على 25 سنتيم. والفيديو هنا راه يوضح اكثر من اللي راني نشرح. خذيت هنا 4 كيلات يعني 4 فناجيل تاع سميد. هنا جاو سوا يعني تحت النصف، الدقيق جا تحت النصف. هنا اللي ما تعرفش القيس بالتمام تاخذ السنيوه اللي عندها تفرغ فيها السميد وتفرشو كامل على السطح، وتقيس حتى لتحت النصف، ما لازمش يلحق للنصف. الدقيق ما لازمش يلحق للنص، لازم تحت النصف تاع السنيوه. وتعبر 4 كيلات بفنجال ولا اي غراف عندها، لازم هذاك السميد اللي فرغته في السنيوه تعبر به 4 كيلات، وتبقى محافظه على ذاك الكيل باش تعبر به السكر وتعبر به الماء. المهم كما راكم تشوفوا هنا ذاك السميد حطيته في قصعه، درت عليه رشه تاع الملح، ضروريه رشه تاع الملح، ومغرف تاع فانيليا،
وهنايا كما راكم تشوفوا لهنا درت المارغرين، وهي اللي عندها السمن دير السمن، كيله تاع مارغرين الا اسبوع ما عمرتهاش مليح. ونخلط مليح باليدين كما راكم تشوفوا، لازم نبس السميد مليح بيديا. والسيرو هذاك اللي درتو من قبل راهو ديجا برد، ديجا درتو مسبقا وراهو بارد، ما لازمش يكون سخون. تاع 2 كيلات سكر وكيله تاع ماء مع ماء الزهر، ونفرغوا على الخليط كما راكم تشوفوا لهنا، ونخلط مليح غير باطراف الاصابع، ما نعجنوا ما والو. ونغطيه ونخليه بعد 10 دقائق 15 دقيقه نرجع ليه. كما راكم تشوفوا هنا وشرب السائل هذاك ومازال طري. نقسم العجين تاعي الى نصفين، نصف يكون شويه اكثر من الاخر، اللي يكون قليل نديروه من تحت السنيوه، النصف القليل نديروه تحت على السطح. سنيوه تكون مدهونه، لازم تكون مدهونه سنيوه من تحت، اما زيت ولا مارغرين ولا سمن. نحاولوا كاع نديروها على السطح، وندير هذاك الحشو. واللي ما عندهاش ما تقدر دير كامل كميه كامله تاع السميد هذاك تحطه في السنيوه. انا بغيت هنا نحشيه بهذا المكسرات مع شويه تاع الكاكاو. ديروا كامل على السطح العجين، والنصف الثاني تزربعوا كامل هكا، ديروا على السطح هذاك الحشو. تحاول تغطي كامل الحشو. وفي الاخير تستعين بشويه تاع الزيت باش تليسي سطح السنيوه، تليسيه بالزيت. تستعين بالزيت، ما ديرش الماء، بالزيت. ولهنا نطراسي حبيبات تاع الحبات تاع قلب اللوز، نطراسيهم ماشي نقص حتى لتحت، نطراسي فقط. هذه الكميه تاع السميد دارت لي 9 حبات. وكما راكم تشوفوا هنايا يكون عندكم لوز ولا كاوكاو لازم تخلوه في الماء مده ينتفخ باش ما ينحرق لكمش. كي قلب اللوز ديروه في الكوشه ما ينحرقش. اللوز تاعكم حطوه في الماء ينتفخ مده نص ساعه ولا قبل. لهنا تفكرت بلي لازم ندهن السطح بالمارغرين، دهنته قبل ما نحط اللوز من الفوق، نزين باللوز. دهنت كامل السطح بالمارغرين، ومن بعد راني نزين به باللوز من الفوق. واللي عندها كاوكاو دير الكاوكاو. ويكون لهنايا الفرن تاعي مسخن مقبل ب20 دقيقه 15 دقيقه، لان قلب اللوز يبغي فرن ساخن. وكي نشوفوا حمار مع الحواشي، قلب اللوز تاعنا كي نفتح الكوشه ونصيبوا حمار مع الحواشي، ندهن السطح تاعو من الفوق بمارغرين ولا بالسمن. كي يكون حمر من الحواشي لازم نشوفوه قريب رايح ينحرق مع الحواف. نشعل نطفي من التحت ونشعل من الفوق. كما تشوفوا لهنا النتيجه النهائيه حتى حمار بهذا الشكل، حتى يولي رايح يولي بني مباشره. تكون الشربات تاعنا بارده، يعني الشربات انا كنت درتها الليله من قبل وحطيتها في الثلاجه. مباشره لما يخرجوا القلب تاعنا من الفرن نسقيوه بالشربات تكون بارده، نعاودوا نرجعوه للفرن ويكون طافي ما يكونش شاعل. وهذه هي النتيجه النهائيه تاع قلب اللوز. رانا وصلنا لنهاية الفيديو. في الأخير ما بقى لي غير نقولكم شهية طيبة، تهلاو في روحكم، وفي فيديو آخر إن شاء الله. سلام.